يرجى من حضرات ركاب طائرة رحلة رقم 1-2 الرجاء التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 4. لو حد من الاجيال الجديده جه يسالني ايه الدفتر اللي في ايدك ده، فهو في الحقيقه مش دفتر، هي تذكره من تذاكر سفر الثمانينات والتسعينات. اي نعم على شكل دفتر، جواه عباره عن 5 أو 6 صفحات، تبقى عباره عن دليلك الكامل لرحلتك اللي انت رايحها. دايما الشركه كانت بتغير الشكل من سنه الى اخرى. ده شكل تاني، نفس المحتوى وكل حاجه، لكن الشكل هو المختلف. كانت كل فتره تغير الشكل، وكانت ساعات تحط برضو على التذكره اعلانات. اوريكم بقى الشكل الاقرب الى قلبي شويه، فكان في بيدل على الهويه المصريه قوي. الشكل ده مليان حروف هيروغليفي، كان الواحد يحس بعظمه كده وهو مسافر. زي ما قلت لكم المحتوى هو بس الشركه كانت بتغير كل فتره الشكل، وكانت قلت لكم بتحط شويه اعلانات على الظهر. يعني دي نفس التذكره، لكن كان في هنا اعلان. كان في استغلال للتذكره لتذكره الطيران، استغلال صحيح. زي ما قلت له هنا دليلك الكامل لرحلتك. اول صفحه معلومات كامله عنك، اسمك، رقم الرحله، موعد الاقلاع، رايح فين، هتوصل امتى، كل ده. الورقه الثانيه لا قدر الله لو حصل اصابه او اي حاجه، بيقول لك مسؤوليه الشركه اللي انت عليها، اتجاهك ايه لو حصلت وفاه، حصلت اصابه. وكمان تاني لو الوزن زايد في الشنط تتصرف ازاي. وتنبيه عن الضرايب والرسوم الحكوميه المفروض عليك، وادوات تنقل مجانا، ومواد خطره ما ينفعش تحطها في الشنط، حتى لو حطيتها مع التفتيش هتطلع. زي ما قلت لكم دي كانت فتره جميله، احلى ايام. كانت السفر كان الواحد يحس ليه قيمه كده. حتى واحد صغير كان كل شويه يقوم بالليل يطمن على التذكره ويبص عليها. وبعد ما تنتهي الرحله كنا بنلعب بيها كاطفال واخوات وعيله، كطياره وهميه، وبنحجز لبعض وكده. انا عارف دلوقتي ان الحجز بقى اسهل، كل حاجه بقت اسهل، ورقه او ساعات معاك على التليفون، لكن مفيش الاحساس ده. تذكره معاك وكل حاجه، كانت فتره جميله. لكن لو تقول لي تسافر على بالشكل القديم كده او الوقت الحديث، اقول لك اي حاجه بس سافر. اروح بيكم بقى الخطوط الاقرب الى قلبي، هي الخطوط الجويه العربيه السعوديه. الواحد اتعلق بالخطوط الجويه العربيه السعوديه وهو صغير. كانت بتعمل ايه الخطوط الجويه العربيه السعوديه؟ كانت اول ما تبدا رحله كانوا يخشوا يشوفوا كان في طفل في الطياره محضرين هدايا ولعب وشنط من الخطوط الجويه العربيه السعوديه. فكان الواحد لما يشوف التذكره دي كان يعرف ان الرحله مش عاديه. نفس التذكره، نفس كل حاجه، بياناتك، الضرايب، الامتعه الخطره، وايه الادوات المسموح بيها، وكل ده نفس كل حاجه، بس كل شركه كانت بتعمل الشكل الخاص بيها، وكل فتره كانت بتغير شكل التذكره. ومع الدعبسه في الحاجات القديمه لقيت بعض الحاجات اللي كانت بتوزعها خطوط الجويه العربيه السعوديه. يعني ده الباقي من الحاجات الكتيره اللي الواحد كان بياخدها. فبس كده، الواحد سعيد انه حضر الفتره دي، وانها كانت من الفترات الجميله. تذاكر حتى يومنا هذا الواحد محتفظ لسه بتذاكر، وانا عارف ان في ناس كتير قوي لسه محتفظه بتذاكر السفر القديمه بتاعتها. فيا ريت لو لسه عندك تورينا باختلاف ايه الخطوط الطيران اللي انت كنت عليها، ورينا الشكل كانت سنه كام، كل ده. شكرا لوقتكم.